السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة نادية. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حلوة سهلة وكتوجد بسرعة. حلوة رافاييلو بلا بيض بلا خميرة، وكتجي فتية ومذاقها رائع. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وندوزو باش نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. عندي 125 غرام ديال الزبدة، وعندي نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر كلاصي، فاني، وقبصة ديال الملح. هاد المكونات كنخدمهم في الاول مزيان كيف ما كتشوفوا حتى كيندمجوا والزبده كتطلق. من احسن نخدموا بالزبده تكون لينه، يعني ما تكونش يلا خارجه من الثلاجه. نخرجوها من قبل باش تكون واخده درجه حراره المطبخ، يعني باش هكا تطلق بسهوله. استعملوا اي نوع من الزبده توفر عندكم، يعني اللي كتبغيو واللي كتفضلوا. ومن بعد غادي نضيف نص كاس ديال النشا دقيق الذره، يعني ضروري ما تضيفوه. تقريبا واحد 80 غرام ديال دقيق الذره. من بعد كنزيد دقيق ديال الفورس شويه بشويه، يعني كيدخل في هذا القياس 300 غرام ديال الدقيق. وكتعرفوا بان الدقيق دائما القياس ديالو ما كيكونش مضبوط، كنضيفو غير شويه بشويه. العجينه ما تكونش قاصحه، يعني ضروري كتكون رطبه ولينه بحال العجينه ديال الصابلي كيف ما كتشوفوا. يعني كنبقى نضيف الدقيق غير شويه بشويه وانا كنجمع العجينه، يعني حتى ما كتبقاش تلصق في اليد وفي نفس الوقت كتبقى رطبه. يعني كيف ما كتشوفوا معايا الان راه جمعت العجينه مزيان كيف ما كتشوفوا، يعني كتكون رطبه وفي نفس الوقت راه ما كتلصقش في اليد. الان غادي ندوز باش نكور العجينه. قبل ما كنكورها كنعبرها باش كيجي الشكل ديالها كيجي قياس واحد، ولكن الا ما توفرش الميزان ماشي مشكل، كديروا عينكم ميزانكم. كل كره كندير فيها 9 الغرام، يعني تقدروا ديروا 9 حتى ل 10، ولكن 9 راه كيجي القياس ديالها هو هذاك. غادي تشوفوا معايا ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو الشكل كيفاش غادي يجي، لان كيزيد يكبر شويه في الفران من بعد عاوتاني كيكبر باش كنوضعوها في الشكلاط والكوك. كيف ما كتشوفوا غادي نكور الكميه اللي عندي كامله. ومن بعد كناخذ اللوز. عندي اللوز من قبل فسختو وقليته في الزيت وخليته حتى نشف مزيان. كل كره كنوضع فيها لوزه وحده وكنعاود نكورها من جديد وكنوضعها في الصفيحه اللي غتدخل الفرن. يعني هذا القياس تقدروا ديروا غير لوزه وحده، يعني الا درتو قياس كبير تقدروا ديروا حتى 2 لوزات. المهم هذا القياس ما كيتساعش 2 لوزات، غير قياس غير لوزه وحده. الان غادي ندخلها الطيب. الفران يكون سخون من قبل وكطيب على عافيه مهيله باش كيدخل لها الطياب من الداخل وكطيب مزيان من الداخل. تكون محمره غير من التحت، في الوجه ديالها كتبقى غير هكا، يعني كتكون غير مشمعه شويه. ما تحمروهاش بزاف، راه كتكون طايبه ولكن الوجه ما يكونش محمر، كتكون على هذا الشكل. الان غادي ندوز باش نزينها. كنوضعها في الشكلاط مذوب. عندي انا استعملت شكلاط كالا، ومن بعد كندوزها في الكوك. بالنسبه للقياس استعملت 500 غرام ديال الشكلاط الابيض كالا، و200 غرام ديال الكوك، تقريبا 200 غرام ديال الكوك، يعني كيبقى كيشيط منها شويه. كيف ما كتشوفوا راه الطريقه موضحه. كنبقى نستمر على هذا الشكل حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله بنفس الطريقه. من الاحسن ملي تدوزوها في الشكلاط تخليوها تقطر مزيان من الشكلاط، عاد نوضعوها في الكوك. كيف ما تبعتوا معايا. الحلوى سهله، مقاديرها بسيطه بزاف، وتا الطريقه ديالها سهله وكتوجد بسرعه، وكيجي المذاق ديالها رائع رائع من اروع ما يكون. ديك المذاق ديال الشكلاط الابيض مع الكوك مع اللوزه اللي كتكون في قلب منها كيجي مذاق مميز. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى هاد الحلوه تعجبكم وتجربوها وتشاركوها مع الاصدقاء والاحباب باش كتعم الفائده. وبالنسبه للناس اللي كيزوروا القناه لاول مره ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب وزر الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. وبصحه والراحه، والى وصفه قادمه ان شاء الله.